السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه في الكوريانجي؟ الماتش بتاع الاهلي وصن داونز لسه خلصان دلوقتي. الاهلي تعادل 1-1. طبعا التعادل ما كانش لصالحنا، بس الماتش ليه ايجابياته وليه سلبياته. ايجابياته الوحيده ان كولر اخيرا هيمشي. كولر بقاله فتره هو مكفرنا، مكفر الجمهور. مفيش اداء، مفيش اي حاجه تدل ان الراجل ده عنده جديد. هو الراجل ده الماتش اللي فات اكتشف ان 3-5-2 هو طلع بيها 0-0 من فقره التكتيكي. قال لك خلاص هلعب بيها الماتش الجاي. هو الماتش الجاي على ارضك انت 0-0، تمام، تعادل. لو صن داونز جاب جون بقى 1-0 هيصعد. طب انت لو بقيت 1-0 ليك انت وهو جاب جون هيصعد برضه. فهي الحته بتاعت 0 1-0 او 1-1 دي في الحالتين لصن داونز تكتيكيه هي بالنسبه له زي الفل. فانت في ماتش زي ده المفروض تعمل ايه؟ في ماتش زي ده انت المفروض تقتلهم. ربنا كرمك وجبت جون في الشوط الاول في وقت كويس قوي. ربنا كرمك وطاهر ويعني شاط جاب جون حلو قوي يعني. في الحاله دي تعمل ايه؟ ما تدافعش. لان انت لو رجعت دافعت وهم راحوا بهجمه واحده جابوا جون هم هيكسبوا. هتبقى 1-1 هم هيصعدوا. فانت في الحاله دي المفروض تعمل ايه؟ انت في الحاله دي تخلص عليهم، تقتلهم بالتاني، تبقى 2-0. انت جبت جون ما تنامش، روح هات التاني وارجع نام بقى براحتك. لكن انت رحت جبت لي جون وقفلت لي، فاكر ان انت كده عملت حاجه. لا، ما هم لو جابوا جون هيصعدوا. يعني خلاص 1-1 هم بالنسبه لهم ما فرقتش. 1-0 او 1-1 هم بالنسبه لهم يعني داخلين عايزين حاجه من الاثنين، يا 1-1 يا 1-0. فماتش الصراحه زي الزفت وما بيتغيرش. انت ما بتغيرش وما بتعملش اي حاجه، قرفتنا يعني بجد قرفنا. الراجل ده ما بيغيرش. انا اول مره اشوف مدرب ما بيغيرش غير لو مضطر. يعني لما نزل بن شرقي هو نزل لما بن شرقي خلاص، يعني انت فاهم الراجل الماتش اللي فات في جنوب افريقيا نزله في الدقيقه حاجه خلاص في 89 ولا حاجه. الماتش ده عمل لك ايه؟ اما نزله لك برده في 73. يا ابني انت في ايه يا ابني؟ وبتنزله بدل مين؟ انت بتنزل بدل مين؟ طلعت امام عاشور وطلعت طاهر ونزلت اكرم توفيق ونزلت آه اشرف بن شرقي. طب ليه ما طلعتش احمد رضا ونزلت بداله اكرم توفيق؟ انا ما عنديش مشكله في التغييره ديت، لان اكرم توفيق هيبقى عنده لسه باور ونزل بمجهوده، هينزل في نص الملعب هيدوس شويه. وانزل اشرف بن شرقي، ممكن احط امام عاشور في النص واشرف بن شرقي انزله لمين؟ انت فاهمني؟ ولكن انت بتطلع يعني الهجوم مش عارف. يعني انا قرفان من اللي هو كان بيعمله ده. انا بقى لي فتره يعني انا ما كرهتش الاهلي وهو بيلعب غير في وقتين. وقت كالديرون لما كنا بنلعب ان كوليبالي اللي هو اللي كان المدافع الطويل ده يروح واحنا نعرض له، وما كرهتوش غير في الوقت ده يعني. وفي وقت موسيماني شويه. انا من الاهلي شخصيته مش كده. الاهلي شخصيته شخصيه فايلر. فاكرين فايلر كان بينزل الماتش زي ده بيروح تك تك تك، مش فارقه معاه يروح افريقيا يروح يلعب فين، هو نازل عنده حاجه بيعملها. نازل بيهاجم، نازل بيعمل واحد اتنين تلاته. مالوش علاقه انت بقى هتدافع قدامي هتهاجم قدامي، انا نازل اعمل واحد اتنين تلاته، نازل بتشكيلتي. ولكن الاخ دوت لا، مفيش. ومشكلة انه طلع بعد الماتش في المؤتمر بيبرر تبريرات متخلفه. يعني انا ما شفتش تخلف بالطريقه دي. طب انا يعني انا كنت طالع، كنت خلاص النتيجه 1-0، انا كنت عامل حسابي خلاص هنطلع نتكلم كام حاجه تكتيكيه اللي هي من صن داونز مش مننا احنا. انا كنت اتكلم على وقفتنا في الدفاع، لان احنا ما شفتش يعني الشوط الاول احنا مستحوذين 60-40 واحنا رايحين على الجون بهجمات اكتر وكل حاجه. هم اللي كانوا مستحوذين ولا ايه 60-40 بس احنا اخطر. احنا كنا يعني بنروح على الجون اكتر. ركنيه لينا وسبع شوط لينا منهم ثلاثه تحت ثلاث خشبات. ولكن يعني انا ما كنتش حاسس ان احنا هنكسب. يعني الواحد كان عارف اللي هو لحد اخر لحظه قاعد على اعصابك، قاعد مقلق. عشان خاطر احنا عمرنا كاهلاويه ما كنا بنقعد كده. ما كنا بنخش اي ماتش لا عارفين ان احنا هنكسب. ولكن كولر قضى على شخصيه الاهلي بجد. يعني انا ما شفتش مدرب كده. والمشكله ان كابتن احمد شوبير طالع لسه بيدافع ويقول لك جاب 11 بطوله. 11 بطوله ايه؟ ما انا لو رحت ضربت الاهلي والله العظيم هعمل احسن من اللي كولر بيعمله. والله العظيم. يعني كولر ده مفيش. شفت رضا عبد العال؟ لو جبت رضا عبد العال مسكته بدل كولر انت هتلاقي برشلونه 2010 2009. يعني هتلاقي بص تيكي تاكا وشغل حلو. لكن ده ما بيعملش اي حاجه. ده خلاص هو اللعيبه حتى نفسها
يعني باين ان هي ما بتتمرنش، اللعيبه مش حافظه جمله تكتيكيه، ما بتتمرنش. انا 3-5-2 ما عنديش اعتراض عليها. انا بالنسبه لي شايف ان الاهلي، هنعمل فيديو تاني عن الحته ديت، لو لعب 3-5-2 بالعناصر الجديده اللي جايه واللي موجوده هيبقى كويس جدا. بس هي الفكره، هل 3-5-2 دي وقفتهم في الملعب هتبقى عامله ازاي؟ هي الفكره في الوقفه في الملعب، اللعيبه دي هتبقى واقفه عامله ازاي؟ لكن باللي احنا شفناه ده لا خلاص يعني، هو كده زي الفل. آه، النهايه زي النهايه يعني الواحد مش عارف يقول عليها ايه النهايه ديت. بس المصلحه الوحيده اللي هتيجي من الموضوع دوت ان كولر هيمشي، وقدامنا فتره قبل كاس العالم نلحق. المفروض انتوا دلوقتي انتوا عارفين انتوا هتجيبوا مين بعد كولر، مش لسه هتفكروا، لا انتوا دلوقتي حالا عارفين هتجيبوا مين. ممكن محمد شوقي يمشي كده لحد اما ايه، مدرب يجي، او سامي قمصان لحد ما مدرب يجي، مدرب هجومي، مدرب هجومي. بلاش شخصيه اللي هو يعني الجمهور بتاعك يبقى قاعد خايف ده. انت الاهلي، انت المفروض ميزانيتك بتاعت اللعيبه واللعيبه اللي بتدفع اللي بتجيبها والارقام والبطولات والقصه الكلام وكل الكلام ده، ما بقاش واقف في ثلث ملعب الاخير واقف مقفل. يعني مش ممكن. يعني صن داونز ما عندوش فرقه، خلي بالك صن داونز ما عندوش لعيبه، يعني الماتش ده ما كانش داخل باللعيبه الجامده. ده هو يعني الكواليتي عنده قلت، واحنا الكواليتي عندنا عليت. ولكن الكواليتي عليت، والاخ اللي قاعد بره عمال ورقه. انت انت بتعمل ايه؟ ف... ماشي، الحمد لله. آه... نحمد ربنا ان الماتش خلص بكده، وان احنا خلاص هنخلص منه. فخلاص يعني نشوف مرحله جديده بقى، نشوف مرحله جديده، نشوف الاهلي هيوصل فيها لفين. بس كده يا سيدي، كان نفسي نكون الفيديو ده بيتعمل واحنا كسبانين وبنتكلم عن الاهلي هيعمل ايه بعد كده، ولكن خلاص، قدر الله ما شاء فعل. فبس كده، دي كانت نهايه الحلقه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت لو عندك اي اراء ممكن تكتبها لنا في الكومنتات تحت. شكرا لكم، كان معكم مروان زين. السلام عليكم ورحمه الله.